بصوا، عاجبني قوي فكرة العلب البلاستيك دي، ان هي بتطبق كده وبعدين تروح فاتح دول كده، ودي كده، ودي كده، بقى صندوق حلو قوي، يعني ما بتاخدش مساحة. بنحط الموز في الاطباق البلاستيك دي عشان خاطر ما ينفعش يفضل في الكرتون ولا الكياس البلاستيك. في حاجة تاني بقى، التلاجة ممنوع ندخل فيها ولا بلاستيك ولا كرتون. فاحنا بنحط في العلب الكبيرة دي، بنفصل الموز، بنحط الموز الأخضر من تحت والموز الأصفر من فوق، لأن احنا هنستخدم الأصفر ده أقرب، يعني أقرب وقت. فبدل ما نقعد نقلب البتاع وناخد الموز الأصفر، لا احنا كده كده الموز الأصفر من فوق ناخده على طول. برص الزبادي، بس أنتوني قال لي ما اقعدش وقت كتير جوه الفريزر، لازم كل شوية أخرج بعد 5 دقايق مثلا ولا حاجة، عشان خاطر ده ممكن يعمل لي مشكلة. عندهم بيجيبوا كذا نوع من الزبادي، فلازم نرص كل واحد في مكان مختلف. الزبادي اللي بالقصب اللي قلت لكم عليها قبل كده، لقينا الاتنين دول فيهم حتت بايظة، فهننزلهم المطعم، نقطع منهم الحتت البايظة دي ونحطهم لو حد عايز ياكلهم يعني. طيب خلصنا الحمد لله، عملنا رصينا كل حاجة في مكانها وخلصناها، ونزلنا بقى ايه الخشب ده والكراتين دي، خلصنا كل حاجة. فدلوقتي بريك.